هو احنا ليه يا جماعة كل سنة لازم نشوف المنظر ده في مولد السيد البدوي اللي بيتعمل في طنطا، والناس اللي ماشية تهتف، والناس اللي حاطة سكاكين في بقها، والناس اللي عمالة تغني وترقص، والناس اللي بتنام في الشوارع، وكمان ناس بتولع بخور وتلف حوالين الضريح كأنه كعبة. سؤال بسيط، هو ده يا جماعة يرضي ربنا؟ يلا نشوف. مبدئيا كده انا مش ضد حب الاولياء، بالعكس دول ناس صالحين واكيد ليهم قدرهم او قيمتهم عند ربنا. بس المشكله ان احنا حولنا المولد ده اللي هو اصلا المفروض ما يتعملش يعني لمهرجان كله شركيات، بدل ما يكون ذكر وعباده. تخش المولد تلاقي الناس بتتمسح في الحديد، والست اللي تقول لك يا سيدي او يا سيدي البدوي اديني، يا سيدي البدوي اشفيني، والتاني يقول لك اقضي حاجتي واعمل لي مصلحه، والكلام الفارغ ده كله. ويجي لنا واحد تالت كمان يعلق لي خيط، والرابع يذبح لي ندر، والمش عارفه ايه. طب يا جماعه هو فين ربنا من كل ده؟ هو مش ربنا اللي بايده الشفاء وبايده الرزق وبايده النجاه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قالها صريحه: اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله. يبقى ازاي نسيب ربنا ونروح نطلب من عبد زينا وكمان ميت، يعني حتى لو كان ولي من اولياء الله الصالحين؟ يا راجل ده النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قال لك ما تتمسحوش باسمي، يعني اسال ربنا على طول، ما تجعلش بينك وبين ربنا ايه، لا وسيط ولا شريك. طب ليه الكلام ده كله يحصل؟ طبعا بقى في وسط ده كله تلاقي ايه، حفلات، مكبرات صوت، ناس بترقص، ناس بتغني، ناس نايمه في الشوارع، ناس عامله خيم، وناس طبعا ايه بقى اكل وشرب، كانها سبحان الله كانك عامل خيمه رمضان زي ما بيقولوا. مش مولد ديني المفروض يبقى فيه خشوع، ناس بتعبد ربنا وناس بتذكر ربنا. الموضوع اتقلب من ايه، من مجرد عباده، لا اتحول بقى خرافات وشركيات، وطبعا الناس مبسوطه وبتضحك كانهم في مول تجاري مش مولد. ناس تانية بقى تلاقي مثلا ايه في مشاهد غريبة، واحد ماسك لي عيل صغير وبيحطه من تحت التابوت عشان ايه، قال يقول يعني ياخد البركة. يا جماعة البركة اقسم بالله ما في الحديد، البركة بتاعت ربنا وفي طاعة ربنا بس. طبعا بقى نيجي نتكلم كده الناس تقول لك هو انت بتقرا اولياء الله الصالحين؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم وصى عليهم وقال البيت. لا يا حبيبي، احنا مش بنقرا اولياء الله الصالحين، احنا بنحب اولياء الله الصالحين بس بنعبد ربهم مش بنعبدهم، يعني بنعبد ربنا احنا. ماشي. كمان احنا عندنا القرآن واضح وبيقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. يعني ببساطة الدعوة لربنا مش دعوة لعبد ولا لوسيط. يعني بصراحة يعني السيد البدوي نفسه لو طلع من قبره وشاف اللي بيحصل ده هيغضب أصلا ويقول لكم يا جدعان أنا بريء من كل اللي بتعملوه ده. ده أصلا لو كمان كان عاقل، يعني ده في كلام إن السيد البدوي ده أصلا عبيط، وواحد يقول لك ما بيتطهرش، وواحد يقول لك كان مش عارفة إيه. يعني المفروض ان حتى هو لو ولي هو كان بيعبد ربنا مش بيطلب من الناس ان هي تعبده. احنا بصراحة محتاجين نفهم الدين صح ونرجع للدين صح، نحب الصالحين، نزور يعني قبورهم كده ايه، يعني زي ما بتقول ايه، للعظة والعبرة، ان احنا ندعي لهم مش ان احنا نجعلهم وسيط بيننا وبين ربنا. ونعرف كمان ان التوسل مش معناه ان احنا نسيب الخالق ونتعلق بالمخلوق. في الاخر انا معرفش المولد ده صح ولا غلط، بس اعرف ان اللي بيحصل فيه ده اسمه شرك بربنا، وده ولا ذكر لربنا ولا يعني ايه احتفال بمولد ولي من اولياء الله الصالحين. ده مجرد شغل شركيات، وشغل ممكن يدخل الناس في الكفر. اخر حاجة يا جماعة، الدين يعني مش مجرد عادات، الدين عبادات. الولي اللي بتحبه ده كان بيعبد ربنا مش بيعبد نفسه، فخليك زيه عبد لربنا مش عبد للعبد. ماشي. لو عجبك الفيديو ما تنساش المتابعة والكومنت، وما تنساش تشير، وما تنساش تكتب لي في الكومنتات ايه تاني محتاج تسمع عنه. واشوفكم على خير، سلام.